إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور بعد ما تعرض لحادث صعب جدا على طريق مصر اسكندرية الصحراوي في اتجاه الشيخ زايد. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي صورة سيارة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بعد الحادث، وكان برفقته زوجته، والسيارة المتسببة في الحادث كمان هنعرضها على حضراتكم. طبعا توفي اليوم الفنان أشرف عبد الغفور، وزوجته اتصابت بعد ما اتصدموا في سيارة ملاكي، وتحديدا بعد ما السيارة اتصدمت فيهم من الخلف. طبعا كان بيقود السيارة واصطدمت فيهم سيارة من الخلف نهاية طريق مصر الصحراوي نطاق مدينة 6 أكتوبر. وتبين أن الفنان أشرف عبد الغفور كان بيقود سيارته برفقة زوجته، واصطدمت بهم من الخلف سيارة كان بيقودها فنان تشكيلي مقيم أيضا في منطقة الشيخ أو منطقة 6 أكتوبر، مما أدى لتهشم الجزء الخلفي لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور وتهشم السيارة المتسببة في الحادث من الأمام. زي ما حضراتكم شايفين كده، دي الصورة الأولى لصورة الفنان أو سيارة الفنان أشرف عبد الغفور. أما السيارة التانية دي السيارة المتسببة في الحادث. طبعا الفنان أشرف عبد الغفور عليه رحمة الله ليه أعمال كتيرة جدا، تقريبا 300 عمل فني ما بين أعمال سينمائية ومسرحية وكمان دراما. طبعا نصيب الأسد للأعمال دي في الأعمال التاريخية والأعمال الدينية، ربنا يجعلها يا رب في ميزان حسناته. بنته هي الفنانة المعروفة ريهام عبد الغفور. وبالمناسبة هو كان في طريقه، هو وزوجته كانوا رايحين زيارة لبنتهم الفنانة ريهام عبد الغفور، ولكن شاء القدر يعني ان هو يتوفى بهذا الحادث الصعب الأليم، ربنا ما يكتبه على أي حد. استأذن حضراتكم ادعوا له بالرحمة والمغفرة، وان زوجته تقوم بالسلامة. عندها كدمات وكسور في أنحاء متفرقة من جسمها، وهي حاليا موجودة في مستشفى الشيخ زايد التخصصي. طبعا هيتم صلاة الجنازة على الفنان غدا في مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد. أتمنى من حضراتكم لو في أي حد موجود في المنطقة هناك أو قريب منها يروح ويصلي صلاة الجنازة على الفنان المحترم القدير أشرف عبد الغفور. ربنا يرحمه ويصبر كل أسرته وكل محبيه.